ويا مساء الخير ومساء العافية ومساء المحبة على عيونكم يا أحلى متابعين ويا أحلى متابعات. شلونكم شخباركم؟ إن شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وعافية يا رب. نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، ويلا كلكم صلوا على محمد وآل محمد، وخلوا لي لايك بدربكم ومن ايدكم الحلوة أكيد. ونبدأ روتيننا الجميل، واليوم الروتين بطلعات وما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومثل ما شفتوا يا بنات، قعدت الصبح لقيت أبونا الله يعطيه الصحة والعافية جايب لنا تمن وقيمة، فصار هو ريوق وقد الحمد لله. فهنا بنات ورا الظهر تقريبا الساعة بالخمسة، 5:30 والله، بلشت أغسل البطانيات. عندي ملابس غسلتهن يعني قليلات كلش، فغسلت الملابس وعندي بطانيات هنا قاعد أسوي عليهن جولة، أريد أغسلهن أخلصهن. عندي تقريبا بنات 12 بطانية، سلام الله على 12 معصومين أو أكثر، كلها يعني شكو شي بطانية عندي أريد أغسلها حتى يظل نظيفات، لأنه تدرون بزيارة الإمام الكاظم وزوار ويعني مالاتنا مال النوم فكلها غسلتها. فهسه بلشت بأول مجموعة، وإن شاء الله أغسل بعد همينة هاي الدواسات مال المطبخ همينة غسلتهن. فهسه مبدئيا قاعد أغسل بيهن، يعني كل ما بيه حيل أغسل لي وجبة. فيبس وجبة شو أسوي بنات؟ أتشيسهن، يعني من يبسن أتشيسهن وأحطن فوق الغراض. هاي هي الحمد لله والشكر. فهذني أول شي غسلتهن وخلصت من يمهن. فهذا روتيننا يعني. قلت لكم هو صار ريوق وغدا، اللي يتريق يتريق واللي يتغدى يتغدى واللي ما يريد نسوي له العصر. فهي هاي حياتنا الحمد لله والشكر. فهاي هنا ثاني يوم يعني عفتهن على الصندوق يذبن المي مالتهن البطانيات، وثاني يوم صعدت شريتهن فوق السطح. بس شنو بنات اللعب بيا طوبة بيومها والله العظيم، الهوا عالي وكل ساعة يوقعن. آخر شي سويت نزلتهن شريتهن على حبال. أيست لأنه كان الهوا كلش عالي، وهي يعني هسه صار فترة الهوا عالي وتراب، صار لها فترة فالجو مزعج كلش. فنقول الحمد لله والشكر على كل شي. بالليل كان اكو مهرجان مال استشهاد الامام الحسن عليه افضل الصلاة والسلام، كانت 8:00. فابونا قال انا راح اروح للمهرجان للامام التاج عليه افضل الصلاة والسلام او السيد. فقال ترحين وياي؟ قلت له والله ليش لا، حلوة الزيارة واحد يطلع وبالليل واحد مخلص شغله. فصلينا المغرب ورحنا ما تعشينا، قلت هناك نشتري لفات ونتعشى. بس انضربنا بوري يعني ماكو شي، ما لقيت يعني لفات وهاي. فمن رجعنا للبيت مالتنا سوينا عشاء وتعشينا الحمد لله والشكر. فهاي هنا أريدكم كلكم تزورون وتطلبون حاجتكم، وإن شاء الله حوائجنا وحوائجكم مقضية بحق محمد وآل محمد. فزرت وزورتكم وياي وقربتكم يعني هيك على الشباك. فبنات هذا الإمام التاج والله يمكن إذا أقول لكم أنا بعدني ما مولودة وهو يعني نزوره نفسيته. فأتذكر من كنت صغيرة كلش صغيرة كانت أمي تروح الخوالي، كانوا ياخذونا نروح نزور. فمن صغيرة لحد الآن أني أزوره وكل إحنا. سبحان الله يعني شاءت الأقدار ورجعت تزوجت بنفس المحافظة. فالحمد لله والشكر على كل شيء، يعني اللي هي محافظة واسط. فالحمد لله. فكلش قريب علينا الإمام يعني. أقول لكم 10 دقائق أو أقل 10 دقائق 7 دقائق بالسيارة إحنا نوصل. فدائما يعني مرات نروح بالليل نزور إذا أكو مناسبات يعني دينية هي يسوون بي يعني مهرجانات هاي، فهم واحد يروح يزوره. فهنا كانت هي يعني مال استشهاد الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، فسووا مهرجان للإمام الحسن والسيدة رقية عليها أفضل الصلاة والسلام. فسووا مهرجان، المهرجان منه حضر بي يعني إيهاب المالكي وبعض الشعراء 4 هم بس اللي أعرفه أنا من عندهم، يعني بس إيهاب المالكي. فحضرت المهرجان والحمد لله وشكر. فهاي هنا الولادة والنسب مالت الإمام أو السيد وسيرته. فهنا أخذت لقطة هيك سريعة، ويعني زرنا وصلينا وزورتكم بعد اشتردون وطلبوا حوائجكم إن شاء الله مقضيات بحق محمد وآل محمد. فالحمد لله والشكر على هاي النعمة، يعني هاي الأئمة بحد ذاتها نعمة وراحة نفسية. والله بنات شايفين من تزورون شلون ترتاحون، أو من تطبون الإمام نفسيته شلون يعني بشر نفسيته حد يعني ترتاح حتى إذا تعبان إذا مهموم. فرغوها هنا يعني بالأئمة كلش حلوة. فهنا كملنا زيارة الحمد لله وطلعنا وبلش المهرجان وبلشت الناس يعني تتوافد للمكان، والنسوان على صفحة قاعدين
يعني فارشين هنا فراش، والزلم هناك مخلي لهم كراسي وسماعات. فهسه راح اخليكم يعني ويا الاصوات مال المهرجان همين يعني تسمعون ويانا. فيعني هاي كانت الناس بعدها توها قامت تجي، بعدها ما جايه، فاحنا صلينا المغرب ورحنا. ف يعني اخذت لكم يعني لقطات سريعه. وهمين هسه تشوفون رحنا للاسواق، قلت لكم على عشاء، فالحمد لله. حسك الصرصرة بيك ما خلينا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون يمسح عليك ولا يمسح وشفاء تقوم من خشب باب الموت صبرك والطلبات كما تفتح ادخل صوتك لانك الاستغفار ادخل صوتك من الاستغفار صورة حياتك يحلى كل ما تصبح كل المكان ريحة القهوة كل المكان ريحة القهوة يا المضيف الماء الشمس طلعت المبلد على الهلبي إذا هو من الأهل أغلب الناس العرش واحد يمسكه من كل واحد تنقطع سلسله يوم السبت في اول ازمنه دور الجوامع يوسعون الاسئله من تلك منزل في اثر لا يتم تلك اليمن تقطع السنبله انصفني بشعارك انصفني بشعارك وجه في نصرة الخالق فلا تكمله استغفروا مني برحمة الله الوالد رحمه حتى لي مشكلة يا مسيف فكرت المحضر يضحكون بالضحك باطل صلت علي وعرفت الفرق ما في الفضل الكبر والمنصر فخليتكم هنا بنات ويا الأصوات الجميلة وأصوات الشعراء وأكيد الهوسة 1,000,000%. فهنا أنا سديت الصوت لأنه حتى أقدر أحكي وياكم براحتي. فسديت الصوت. اللقطات هاي اللي أخذت لكم إياها لقطات سريعة، هي يعني بعد هو الفيديو مالتنا يتكون من هاي الأشياء. أخذكم في الجولات، أخذكم روتيني، هي حياتنا اليومية الحمد لله والشكر. فإن شاء الله يعني يعجبكم الفيديو. وأدري بيكم تحبون روتينات الطبخ والتنظيف أكثر، بس واحد مرات هم يمل من البيت، يمل من نفس الروتينات، يعني طبخ تنظيف ترتيب، فهم إزعاج. فهنا أنا بعد أنتو طلعتكم همي أنا وياه، أدري بيكم تضوجون والله بنات، يعني ترى إحنا كلش نضوج. فقلوا لي منو راح يروح للزيارة، زيارة ال40، منو طلعوا ومنو بعدهم، منو نصبوا مواكبهم، الحمد لله والشكر. فرحنا هنا أنا للسوق بنات، كنت محتاجة يعني مقراضة لأنه مالتنا مكسورة، فاشتريت هنا المقراضة، ظليت لازمتها بإيدي وجيت أشوف هذا الألوان ما أعرفها مع شنو، فجيت أشوف في عيني هنا أنا وشفت هاي المحار، هاي يمكن يخلوهن مال أحواض مال السمك. وهمينا هاي المغريات الماعين اللي ما تخلص، وين ما نروح نلقاها قدامنا، هي هاي اللي تخلص فلوسنا، حاجة منا خلصت فلوسنا الحمد لله والشكر. عود أنا طلعت أشوف أريد عشاء، فما لقينا عشاء، من رجعنا للبيت مالتنا سوينا، هي هاي حياتنا الحمد لله والشكر على كل شيء. فهاي المغريات لازم نمر عليها اللي هي الماعين. أم البيت تعوف كل شيء، يعني المرة تعوف كل شيء وتركض للماعين. وهم سألتكم عن المواكب، يعني أكو ناس طلعت للزيارة أو بعدهم، إحنا إن شاء الله بهاي الأيام إذا الله سهل وانطانا حيل وعمر إن شاء الله حبايبنا يبلشن يطلعون، اللي يطلعون للمواكب، المواكب النصبت الحمد لله والشكر.
فإن شاء الله إن شاء الله احتمال أنزل لكم فيديو بعد، أو ما أدري أروح للزيارة ومن أرجع أنزل لكم ما أعرف. فهاي عيني هنا من رجعنا اشترينا عشاء من منطقتنا وتعشينا الحمد لله والشكر، لأنه هناك ما تعشينا. فالحمد لله هنا أكو طيب من لهفات الفلافل والساعة 12 بالليل. وهنا عيني بنت عمي يعني دزت لنا روبة ما جاموس ويا عيني على هاي الروبة تجنن، ومو أول مرة تدز لنا خطية والله الله ينطيها الصحة والعافية، دائما تدز لنا يعني هم عندهم جاموسات يحلبون ويسووا الروبة ويدزون. فقلت لها أريد تين، أنا مشتهية تين. فخطية ما كذبت خبر، ودت لي تين وودت لي هذا الليمون العراقي اللي هسه غالي يعني سعر الكيلو مالته. فخطية هي ودت لي إيش كم وحدة، غسلناهن هنا بالطاسة وأكلناهن بسرعة بسرعة. فهاي الروبة أخذنا من عندها يعني وديت البيت حماي كاسة من يمها. فمو بس إني يعني إحنا اشتجينا هدية أودي من عندها أني. وهنا عيني شوفوا التينات خلصناهن هن والليمونات طحنا عليهن قبل أكلناهن. فالله ينطيهم الصحة والعافية ويرزقهم. فالحمد لله والشكر على كل شيء. شوفوا عيني شوفوا الجمال، الليمون العراقي يجنن يعني طعمه حلو مو حامض. ولهنا بنات ينتهي الفيديو مالتنا، وأقول لكم أشوفكم بخير وسلامة وصحة وعافية ورزق وراحة بال. باي باي مع السلامة.